السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل آيس كريم جوافة مع بعض. معانا جوافة متلجة، يعني تكون محطوطة في الفريزر، ونطلعها متلجة كده ونقطعها قطع صغيرة، ونحط ربع كوباية لبن بودرة، وربع كريم شانتيه، وربع سكر بودرة، ومعلقتين كبار زبادي أو كوباية زبادي من اللي هي الصغيرة، ونضرب بقى كده في الكبة كويس لحد ما ينعم معانا خالص، لحد ما يوصل للسمك كده. اهم حاجه تضربيه في الكبه معاكي لحد ما يوصل معاكي كده. كده خلاص الايس كريم جاهز معانا. هنفضيه بقى في علبه ونحطه في الفريزر. شايفين قوامه عامل ازاي؟ حلو جدا ومطاطي جدا وناعم جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هنا بقى بعد ما سبته في التلاجة ليله كامله، شايفين عامل ازاي ناعم ازاي وبيطلع معايا بكل سهوله ازاي. انتي بس اول ما تطلعيه من الفريزر طلعيه بس فيه شويه يستهدى كده 5 دقايق. بعد كده اعمليه بقى كده بالبوله كده، يبقى طعمه حلو جدا ويبقى سهل معاكي جدا. طعمه حلو جدا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعليقاتكم عشان نعرف الفيديو عجبكم.